صباح الفل على الكل. خلّيني بس أبدأ كلامي إني يا رب يكون الخبر اللي اتقال بخصوص التحقيق مع المُعلِّق اللي قال أقول لكم مش عارفة قال لك إيه نيلي ت ت مش عارفة والله، حاجة شريهان، والله العظيم ما باتريق، أنا مش عارفة هي بتتقال إزاي، بس هي إفيه يعني. وبيقولوا إنه هيتحقق معاه وإصراره إن هو ده ماتش القمة وإن هو دي القمة الحقيقية، إسقاط على الزمالك. الناس دي يا جماعة الصفحات اللي منتمية لكل نادي بتاخدها وبتبني عليها فتنة وألفاظ وكده، فيا ريت فعلًا يبقى التحقيق، ويا ريت نحذّر كل واحد، ما يطلعش واحد يقول لك أنا ممكن أشتم أمي وأبويا لكن ما اشتمش النادي اللي بانتمي ليه، وفي نفس الوقت يبقى ماسك شغل في مُخرج مش عارف إيه. يا جماعة الدنيا اتغيّرت وأنا شايفة إن في تغيير كتير جدًا فيا ريت لمّا الحاجة دي تتغيّر أساس الناس دي، يعني لمّا نيجي نشيل حاجة نشيلها من جدرها، من الجذور. هي مش بتتلخّص في شخص أو 2 لا، لا، لأ، يعني مش ممكن هتقولي لي إن كان شخص هو اللي عامل كل ده لوحده، لأ، هي في ناس متواجدة بتساعد. ونصيحة منّي للشركة المتحدة، هي استوديو التحليلي اللي بيقعد بعد المباراة ساعتين، ناس لابسة بِدَل وقاعدة وييجوا عشان يقعدوا يحللوا المباراة اللي الناس كلها المفروض إنها بتتفرج على الماتش وخلاص بتقفل وبتمشي، وياخدوا المرتبات دي كلها عشان يطلع بعدين يجيب لنا واحد هو اسمه إيه محلل التحكيم ده اللي لسه متكلمة عنه في الفيديو بتاع امبارح، يطلع يقول لنا أصل الكورة من هنا لأ ودي حقيقي ويكدب عينيك بقى. ما هو أصل انتوا المشكلة إن كلهم بينتموا لنادي واحد ودي صدفة. فالناس دي بتاخد فلوس عشان تعمل إيه؟ علشان الصفحات تشتغل عليهم. بصوا اسمه ايه الحكم فلاني سمير عثمان قال كذا، والله ما اعرفش التاني ده اللي بيقعد يقول ايه ده قال كذا، اهو بصوا التحكيم. لا والله يا جماعه، انا عارف الاستوديو دوت في قناه بتاعت نادي فئويه، يعني القناه بتاعت الناديين وما تزيدش عن نص ساعه ساعه. لكن حضرتك التشكيل بينزل في كل المواقع وكل الصفحات. احنا كل الناس المفروض انها بتفهم كوره مش محتاجه خالص كم الناس اللي بتيجي تقعد ونقعد ساعتين ونكلم الفلان ونجيب الخط ونرسم الخط ونشوف ايه. يعني انا بصراحه ربنا شايفاها فلوس في الارض، وكل واحد بيتكلم على حسب الانتماء اللي بينتمي ليه للنادي. يعني كفايه بقى، ويا ريت الراجل ده يكون فعلا بيتحقق معاه. النقطه الاهم بقى، سمعت حوار لرئيس لجنة المسابقات عامر حسين مع إبراهيم فايق، وليا نقد كده لإبراهيم فايق في الآخر. هو حضرتك عمال تتكلم وكل كلامك اللي الناس بتشيره إنك بقالك 30 سنة بتشتغل في لجنة المسابقات تطوعي بدون فلوس. هو أنت مش مكسوف إنك بتقول 30 سنة أنظمة اتغيرت، سيستم حياة اتغير؟ يا راجل ده احنا بقينا بنحول الفلوس بالموبايلات، بقينا بنحجز عشان نروح التوكيلات بيجي لنا الرخص متصوره، رخصتك عملت مخالفه ايه يعني الناس كلها بقت، العصر اتغير وبقى عصر تكنولوجيا. وحضرتك بقالك 30 سنه لسه بتقعد على البحر وتقول سيبوني كده يومين 3 لما اظبط لكم الجدول. هو في ال30 سنه دول انت اصلا وانت بتقول 30 سنه ما سالتش نفسك لما هو عمل تطوعي والناس بتجيب سيرتك وبتهاجمك وبعض الإهانات وانتقادات، وكل ده ما خلاكش تقول طب ما أنا أسرتي والناس وبدل الإهانات دي كلها أنسحب من العمل التطوعي ده؟ يعني أنت مستحمل العمل التطوعي ده ليه؟ وبعدين هو حضرتك مثلا فاكر انك لما تقول عمل تطوعي دي حاجه يعني هتخلينا نقول اه والله ده الراجل بيشتغل من غير فلوس؟ هو اي عضو مجلس اتحاد لعبه، او اي رئيس اتحاد لعبه، او اي عضو مجلس اداره نادي او رئيس نادي، هو حضرتك ده مش عمل تطوعي؟ ومع ذلك بينزلوا الانتخابات وهدايا وفلوس واصرف بالملايين عشان ينجح ويبقى عضو مجلس إدارة نادي أو رئيس نادي. ما هو كل ده تطوعي حضرتك، ده عضو مجلس الشيوخ ولا مجلس الشعب عمل تطوعي حضرتك، لأنه المفروض إنه بيخدم الناس، بيخدم المجتمع اللي عايش فيه. حضرتك بقى مثلا فاكر نفسك لما تيجي تقول لنا انا بشتغل عمل تطوعي فاحنا هنقول اه والله الراجل بيشتغل عمل تطوعي من غير فلوس؟ يا جماعه ده احنا نبوس ايدنا وش وظهر. 30 سنه
ورئيس اتحاد الدراجات بقاله 22 سنة، اتغيرت أنظمة واتغير سيستم والدنيا اتغيرت كلها، وانتوا لسه قاعدين؟ يعني حضرتك 30 سنة عمل تطوعي بتتهان وبتتهاجم وبتنتقد في كل البرامج، والناس تطلع تقول لك بتشتغل طب 5 وظايف حضرتك مش مكفينك؟ ما انت ناجح في اتحاد الكورة يا حبيبي، ما انت بتروح اتحاد الكورة تروحوا تزوروا مراكز الشباب وتقعدوا بتعملوا كده ليه؟ لما هو عمل تطوعي مش مستاهل. استحمل ليه اهانات وهجوم وانا ما بقبضش وانا باجي على نفسي فاحنا يعني الدمعه هتفر؟ الراجل بيشتغل من غير فلوس، اصل كل الناس اللي بتترشح في انتخابات دي بتشتغل بفلوس، هو 30 سنه بيشتغل بدون فلوس بدون ده يشككني اكتر ان حضرتك بتتهاجم وبتتهان وبتنتقد، ومن صحفيين من اعلاميين من زمايل من ناس، وحضرتك متمسك بالعمل التطوعي ده. ما زهقتش 30 سنة؟ يعني السيستم دخل كل حياتنا وبنعمل حاجتنا كلها بالموبايل بالانترنت، وحضرتك لسه بتقعد على البحر تشرب كوباية الشاي بالنعناع وتظبط لنا الجدول. دول العالم كلها ما بنعرفش جدول كده، يعني الجدول كده طول الموسم. حضرتك بقى فاكر لما تقول عمل تطوعي والناس بقى بتشيد؟ الراجل أمانة لله ما بيقبضش فلوس، ده عمل تطوعي. هو انتوا بتاخدوا فلوس وانتوا في مجلس الإدارة ورئيس لجنة مسابقات وشؤون لعيبة واتحاد الكورة؟ فين ده يا عم؟ 30 سنة كفاية بقى، ده كفاية. ده انا لو بيتقال عليا الكلام اللي انت بتقوله ده والشغل ده تطوعي من غير فلوس اسيبه من تاني يوم. ايه طالع تقول ايه؟ هي الناس دي مش هتتغير؟ هو السيستم التكنولوجي اللي موجودة في كل الدنيا اللي ماشية بيها ما عداش على اتحاد الكورة؟ يا راجل ده اتحاد الكورة طلع مديون ب 310 مليون دولار من إيهاب جلال على مش عارف مين، على مدربين مشيوا، يعني فشل ذريع، ولسه قاعدين. ما هو عمل تطوعي يا جماعة، احنا قاعدين عمل تطوعي، انتوا بتخدموا مين؟ هو الحاجات دي كلها مش هتتغير وتتشال؟ هنفضل عايشين كده لا يا جماعة، والله يا جماعة كتير. يعني بقيت حافظة هيطلع يقول ايه؟ انا بشتغل وبتعب والجو والحر والبطولات، وده بيلعب في افريقيا وده بيلعب مع هو ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا يا جماعة كفاية والله العظيم، انتوا بتستخفوا بعقولنا. اعملوا حساب ان في جيل جديد بيسمع معلقين واستوديوهات تحليل وحكام بتحكم غلط واستوديو تحكيم غلط. انتوا كده بتبوظوا العقول، والله بتبوظوها. الحاجة بقى التانية واللي عايزة اتكلم فيها، هو ابراهيم فايق، هو انت ايه قصدك من برنامج المواجهة؟ تجيب 2 كل واحد فيهم عايز يطلع ان النادي بتاعه هو اللي صح وهو اللي مش مظلوم، فتاني يوم الصفحات تقول لك جدع، شفت سعد ابو حفيظ طرد ازاي، شفت مش عارفه مين طلع قال ايه، لا والله ده ميدو اللي قال الكلمه دي، شفت عدل. هو ايه المقصود؟ هي الاسئله. انت شايف ناديك مظلوم؟ انت شايف ان ناديك بيتجامل؟ انا ما شفتش الحوار امبارح غير طلعت منه بجمله لطيفه قوي، ده الحاجه الوحيده اللي قالها شادي عيسى صح. هو انت مش بتزعل لما بيقولوا عليك لجان؟ قال له لا ما بزعلش، لاني فعلا ما بطلعش اتكلم الا لما باخد السكريبت بيتوزع، نطلع نقول ايه ونعمل ايه ونكتب ايه ونتناقش ايه. ما دي يا ابني اسمها لجنه، انك ما بتطلعش تدافع عن ناديك او تنتقد ناديك من داخل نفسك، انت بتطلع تقول اللي بيتملى عليك. طب ما انا اسجله صوتي وخلاص يعني انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ انتوا بتبوظوا الدنيا. انا فقره المواجهه دي يعني انا مش شايفه لها هدف، يعني انا مش شايفه لها هدف. كلمه بقى اخيره، كان حد علق لي على فيديو امبارح بيقول لي انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقولي، كل اللي قلته عن نيلي وشريهان وعن الاخطاء وعن كل الحاجات دي كلها ما شافش غير ان انا زعلانه ان النادي بتاعه بيكسب. هي كارثه طبعا لو حضرتك ما فهمتش غير الكلمه دي، انا حتى رديت عليك. ما هو انا لو يفرق معايا النادي اللي بيكسب ببساطه شديده جدا هشجع النادي اللي بيكسب. كنت شجعت النادي حضرتك واقول بقى انا هشجع النادي اللي بيكسب؟ لا يا فندم، لا حضرتك، انا بشجع كوره وعارفه ان جماهير الزمالك دي جماهير لا تباع ولا تشترى، جماهير عندها انتماء. انا هقول لك فرق بسيط جدا. حضرتك شوف دخلت جماهير الزمالك وكاتبين كلهم رفعت ابيض ورفعت بالخط الاسود، وشوف حضرتك دخلت ناديك اللي كاتبين فهلوه ولا فهلي، جايه من فهلوه وسهى. اصل سهى دي شخصيه بيكرموها لانها بتساعدهم في البنرات. بذمتك ده اسمه بذمتك انت حضرتك شايف ان انا زعلانه ان انتوا بتكسبوا؟ فرق شتان بالنادي وجمهوره، جمهور بينتقد كل حاجه لصالح ناديه وجمهور سمعا وطاعه. كفايه فهلوي وسهى،
دي كفاية عندي حضرتك.